السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة تعليمي، هنتعلم مع بعض ازاي نعمل فنجان قهوة ويطلع بوش، لان في معظمنا ما بيعرفش يطلعها بوش. فالنهاردة هنقول على بعض التعليمات او بعض النقاط اللي تخليها تطلع معانا بوش، ووش تقيل كمان. هنا حطيت ملو الفنجان اللي انا هصب فيه، وهنا هحط معلقه واحده سكر ومعلقه ونص قهوه بني يعني. تمام. هاجي هنا هبدا بسم الله، هبدا اقلب زي ما انتم شايفين. بعد ما دوبت السكر مع القهوه كويس جدا وزي ما انتم شايفين اهو، ومفيش في القاع حاجه، هبدا اوديها على النار زي ما انتم شايفين على العين الصغيره يا حبايبي. وهنا مش هلطها بالمعلقه خالص دلوقتي. اول ما احس ان الكنكه اللي انا بعمل فيها القهوه بدات تسخن، يعني تبدا تميل للسخونه، هبدا اقلبها. ليه؟ علشان لو في حاجه اتركضت في القاع من القهوه او من السكر تبدا تفك. بعد كده هقلبها. وهنا يا حبايب قلبي الكنكه سخنت بالسائل اللي فيها. هبدا بقى اقلب علشان اتاكد ان مفيش حاجه اتركزت تحت وكله اتمزج مع الميه جامد اهو. زي ما انتم شايفين هي بترغي فوق اهي، وده علامه ان هي هتطلع بوش. واضح كده؟ اسيبها بقى لحد ما تبدا تفور، اشيلها على طول. هي يا حبايب قلبي بدات تفور اهي قدامكم. هطفي النار مباشره واصبها. بسم الله. شايفين الفنجان بوش ازاي اهي. واهو يا حبايبي انتهينا من عمل فنجان القهوه بوش، وزي ما انتم شايفين الوش تقيل جدا. يا رب يكون واضح في الكاميرا اهو. وبكده نكون انتهينا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.